سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم قبل ما نبدأ عايزك تدعمني باللايك او تقول لي ايه رأيك في الفيديو، يعني في غلطة وكده، يعني حاجة من شبه كده. وكمان اوعى تنسى الشروط، واللي لسه جديد وما يعرفش الشروط واهلا بيك في قناتي، وتعالى قرب علشان اقول لك على الشروط. وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، واوعى تنسى تقفل الباب وبس. واتمنى لك يا صديقي اقصى درجات الرعب. استمتع. بتحكي الأستاذة اللي احنا هنقول ما بين قوسين يعني هي شافت على بنتها اللي عندها سنتين إنهم بعد ما نقلوا البيت جديد، شافت بنتها عمالة تضحك بهستيريا، حتى وهي بتعيط بتروح موقفة فجأة وتفضل تضحك. وبعدين أنا ما كنتش في بالي إن الأطفال يعني بيشوفوا اللي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني. كنت فاكراها ملايكة عادي بيضحكوها وكده. واللي خلاني اغير الفكرة دي ان في ليلة وصحيت من النوم على صراخ بنت، فجريت على اوضتها ولسه بقرب من اوضة البيت سمعت صوت واحدة بتغني. اول ما سمعت البت الاغنية بطلت عياط، رحت اقرب من الباب بالراحة كده وببص من العين، لقيت ست قريبة من الباب وكان شكلها غريب قوي، وكانت طويلة قوي ولابسة لبس قديم لدرجة التآكل. ولكن الست دي اختفت أول ما خدت بالها مني. وموقف تاني حصل، كنت واقفة في المطبخ بطبخ عادي يعني، سمعت صوت صريخ بنت تاني، فروحت علشان أشوف فيه إيه، وفتحت الباب ولقيت الست واقفة على سور الشباك وماسكة البت وفي إيديها كده، وراحت رمت نفسها هي والبنت. فجريت على الشباك علشان أشوفهم، فما لقيتش أي حاجة، ورن تليفوني اللي كان في المطبخ، ورحت علشان أرد وانا مندمجة مع المكالمة وببص كده من شباك المطبخ، لقيت في الشباك اللي قصادي العفريتة ولا الكائنة دي وماسكة بنتي وبتبصلي بضحكة كلها خبز. ورحت جريت على الشقة اللي قصادي وفضلت برزع على الباب ولكن مفيش أي رد. فضلت انده على البواب وطلع لي جري وقلت له هو مين اللي ساكن في الشقة دي؟ راح قايل لي مفيش حد وكده. فرحت قلت له امال ايه الدوشة اللي بتيجي من مطبخ الشقة دي كل يوم؟ وبعدين ايه الأصوات اللي أنا بسمعها كل يوم دي؟ راح قايل لي يا استاذه انت بتقولي ايه؟ الشقه دي بتاعت الست كبيره ماتت فيها ومن ساعتها ما اتفتحتش. وانا اتصدمت وما قدرتش استحمل واغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي مرميه في وسط الصاله وباب الشقه متربس من جوه، وقمت جريت على اوضه بنتي لقيتها رايحه في سابع نومه. انا بقى هتجنن مش عارفه ايه ده، يا ترى حلم ولا حقيقه ولا ايه بالظبط. علشان كده حبيت اقول تجربتي. ومن موقف لموقف اللي بتقوله صديقتنا وبتقول انا قصتي دي حصلت من كذا سنة، ويعني وانا صغيرة انا كنت بلعب مع بنت جارتي. المهم احنا عمالين نلعب وفجأة سمعنا صوت ام صاحبتي اللي كانت ساكنة في الدور التاني. المهم جريت انا وهي على الشقة ودخلنا وشفت اللي عمري ما هقدر انساه ابدا، ولعلمكم كانوا جيراني مسيحيين. المهم اللي شفته ان القسيس واقف واخت صاحبتي الكبيرة مربوطة على كرسي خشب، والراجل عمال يقرا من الكتاب. وفجأة أخت صاحبتي وشها اتغير لملامح واحدة ست كبيرة وعجوزة أوي، وبدأت تهتز بعنف وبسرعة، والحبل اتفك. قامت مسكت القسيس ده من رقبته ورفعته، وكان فيها قوة غريبة جدا، وراحت هبدته على الحيطة ووقع على الأرض. وبعدها وقفت على رجل واحدة وفضلت عمالة تتميل قدام وورا لغاية لما راسها مسكت الأرض. وكل ده وهي من غير ما تتهز ولا تقع، وهي شوية تصرخ وشوية تضحك وشوية تقول طلاسم كده. وفضلت كده حوالي 20 دقيقة. فجأة وقعت على الأرض وأغمى عليها، وفضلنا مستنيينها لما تفوق. ولما سألناها ما كانتش بتجاوب غير مش فاكرة حاجة خالص. وبعدها وهي قاعدة فجأة عينيها اتحولت لبيضة خالص، وبدأت تقول زي ما موتوا عندي وحد هموت عندكوا حد. فضلت تقولها يجي 3 4 مرات. وبعديها النور قطع، وباب الشقة اترزع، بقينا كلنا جوه، انا وصاحبتي وابو وام صاحبتي واختها. المهم فضلنا حوالي دقيقتين في صمت تام، راحت قامت نار مش عارفين مصدرها ايه. بس المصيبة كانت اخت صاحبتي واقفة فيها وعمال جلدها ينقط على الارض من كتر السيحان يعني، لغاية ما بقت شوية رماد. ومن ساعتها وانا عندي حالة نفسية من النار. فضلت اكتر من سنة ما بخرجش من الباب الشقة. وطبعا عيلة صاحبتي سابت البيت ومشيت. ومن موقف لموقف اللي صديقنا بيقول أول مرة شفت فيها شبح أو كيان غريب لما كان عندي 12 سنة. بصراحة أنا ما كنتش فاكر حاجة، بس والدتي هي اللي قالت لي. واللي حصل إن في يوم رحت الحمام بالليل، وهناك فضلت أصرخ لغاية ما جت أمي. ولما سألتني قلت لها إني شفت راجل واقف جنبي ولابس قميص وماسك مسدس في إيده.
وبصت امي في كل حته في الشقه وما لقيتش حاجه خالص، وكل الابواب والشبابيك مقفوله، حتى شباك الحمام صغير قوي ما يدخلش اي حد اصلا. وبعدين في يوم امي كانت في المطبخ، المهم انا واقف عادي وكده وجاي اسند بايدي على الحيطه، حسيت ان الحيطه بتتحرك، اتاريها كان الباب مخفي، امي بس هي اللي تعرف عنه. فعدلته مكانه واستنيت بالليل لما امي نامت، ودخلت المطبخ وفتحت الباب لقيته بيودي للقبو بتاع البيت. ولعلمكم انا عمري ما كنت اعرف ان عندنا قبو وكده. وبعدين كان هناك على حيطة صورة غريبة وقديمة أوي، والمصيبة إنها كانت فيها صورة الراجل نفسه اللي طلعلي في الحمام. وطلعت جري على أمي وصحيتها وخدتها بسرعة وقلت لها قول ده اللي ظهر لي في الحمام. وراحت قالت لي ده يا ابني صورة جدك. فضلت اتمشى شوية في القبو ورحنا سمعنا صوت تخين كده بيقول اطلعوا بره بيتي وما تنزلوش هنا تاني. رحنا طلعنا جري انا وامي راحت قفلت الباب وقالت لي اوعى تنزل هناك تاني سامع. وبعدين اللي حصل ده ياما بيحصل معايا كتير من ساعة موتة جدك، وانا بسمع اصوات زي الصوت ده وحاجات بتتحرك كتير، ولما انزل اشوف ايه اللي بيحصل الاقي يوم تبقى الحاجة مكركبة ويوم تاني الاقي الحاجة مترتبة ومفيش عليها نقطة تراب. وانا كنت بسمع الكلام ده من امي ومش مصدق اصلا، فعادي حبيت اقول لكم على التجربة وكده. ومن موقف لموقف اللي صديقتنا بتقول انا كنت ساكنة في سكن الجامعات مع 3 تانيين، وحصلت معانا شوية حاجات معرفنالهاش تفسير خالص ولغاية دلوقتي بتحصل. زي كده مثلا لما كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون لوحدي في أوضة صاحبتي، أصلا هي الوحيدة اللي في أوضتها التلفزيون، المهم وبعدين لمحت زي خيال أحمر كده بيجري من جنبي، فبصيت كويس وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ايه اللي عدى ده، يمكن يكون بيتهيالي. وبالصدفة واحنا الأربعة قاعدين تاني يوم بناكل فجبنا بالصدفة كده سيرة العفاريت والحاجات اللي زي كده. وكانت المصيبة إن لما حكيت عن اللي شفته أتاري كلهم شافوا نفس الطيف ده. والسبب بقى اللي خلانا نسيب الشقة دي زي كده لما بيقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير، إن في ليلة رن التليفون الأرضي وكان رقم واحدة فينا. والمصيبة إن إحنا الأربعة مجمعين في الصالة، ولما راحت واحدة فينا علشان تشوف الرقم لقت رقمها هو اللي بيتصل عليها، فضلت متسمرة قدام التليفون. ولما قلنا إن إحنا نروح نشوف فين التليفون ونجيبه من الأوضة لقينا عيل صغير قاعد ومربع مدي ظهره للباب، واحنا بنقرب واحدة واحدة فجأة اتلفت لنا وشفنا عيونه مشقوقة بالطول زي التعبان بالظبط، ولسانه عمال يطلع ويهتز، وصرخ في وشنا واختفى. وكلنا كنا مش عارفين نقول ايه، وقررنا ان احنا نسيب الشقة ونروح واحدة تانية. ومن موقف لموقف اللي صديقنا بيقول كنت رايح لبلد كده في افريقيا علشان اشتغل وكده. المهم رحت وكان ليا واحد صاحبي هناك، رحت عنده وهو كان قاعد مع شلة شباب كده، بس من ساعة ما شفتهم وانا مش مرتاح لهم خالص. المهم قعدت وعدى اسبوع عليا عادي وكده، بس كان في حاجة غريبة بيعملوها انهم في كل ليلة بيروحوا يخرجوا المخزن كده ورا العمارة ويجوا الصبح. بصراحة ما حطيتش في بالي وقلت شباب بقى وكده، لغاية بعد اسبوع قمت من النوم ولقيت صحابي وهم جايبين راجل كبير. شفت واحد جاي من وراه وبص يمين وشمال كده وراح مطلع سكينة وذبح الراجل، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وراحوا شايلينه ودخلوه المخزن، والله اعلم بقى عملوا فيه ايه. انا قلت اني ما اتكلمش ولا حاجة لحسن يعملوا فيا حاجة وبعدين اسيب الشقة، ما انا لو سبت الشقة كده هيشكوا فيا اني عرفت حاجة، فقلت اسكت احسن واعدي الليل. وعدى يومين، والمهم وانا راجع من الشغل لازم اعدي من سوق وكده، فبعدين وانا راكب التاكسي شفت صاحبي وواحد تاني واقفين بفرشة في السوق بيبيعوا لحمة والناس عليهم انا اتصدمت لدرجة ان الراجل بتاع التاكسي فضل يندهني حوالي 3 دقايق لما وصلنا. وفي نفس الليلة المشؤومة صحيت من النوم على صاحبي بيصحيني وبيقول لي تعالى معايا في سهرة حلوة وكده وفي مكان هيعجبك قوي. انا تنحت وقلت في نفسي انا لو رفضت ممكن يموتوني، ولو رحت معاهم ممكن اموت برضه. فقلت له بقول لك ايه استنى طيب اخش الحمام وكده. ودخلت واتصلت بالشرطة وعرفتهم المكان واديت لهم التفاصيل بالظبط. المهم نزلت ورحت معاه ودخلت المخزن لقيتهم بيجهزوني للذبح، كانوا اتاريهم ولاد الكلب اكلين لحوم البشر، كتفوني وربطوني في عمود
ولحسن حظي كان الطبق اللي بيحطوا فيه اللحمة وكده مش موجود، وهو موجود في الشقة فوق. فراح صاحبي شاور لواحد فيهم يطلع يجيب الطبق من الشقة، واتأخر شوية وجت الشرطة وقبضوا عليهم، وأتاريهم مسجلين خطر وعاملين أكتر من 5000 قضية اختطاف وقتل، ولولا ستر ربنا كنت زماني ميت دلوقتي. ومن موقف لموقف اللي صديقتنا بتقول انا طول عمري في حالي ومعرفش حاجه، وبعدين حسيت ان ابويا وامي عايزين يجوزوني، يعني بالبلدي كده يخلصوا مني. في كل مكان في كل مكان يجي حد علشان يتقدم لي يحس انا اني كرهاه قوي، او بشوفه بيعمل حاجات غريبه بوشه، يا اما ريحته وحشه قوي او العكس. فكانوا بيقولوا عليا فقر او نحس، لحد ما في مره امي بتحكي لواحده صاحبتها عليا وكده، وراحت قايله مش يمكن تكون البت محسوده ولا معمولها حاجه كده ولا كده. طبعا امي تحس اصلا مش طايقاني، وغير اللي كنت بعاني منه من الكوابيس المنيله بستين نيله، ولا لما باجي بنام احس ان كان في حد نايم مكاني، ولا المرايات، ولا كره للاذان، مش عارفه بقى. المهم ماما راحت واخداني الشيخ صاحبتها هي اللي جابته لها، فرحت، وده طبعا علشان انا مش ناقصه المرشح بتاع كل يوم اللي بيتقال لي اني نحس وفقر ورخمه وكتير من كده. رحت وفضلنا ساعه وربع لغايه ما وصلنا البيت في الدور الاول. كان في ناس كتير قاعده، وريحه المكان كانت وحشه قوي ولا تقولش كلب ميت. ودخلنا وانا حاطط ايدي على وشي من كتر الريحه. ماما راحت لمدخلاتي او مش عارف اسمه ايه بقى، وقالت لي اني عايزه ادخل بسرعه، يعني اول واحده وكده. ورحنا قعدنا حوالي 10 دقايق بعد ما خرج اللي جوه، ورحنا داخلين. وهوصف لكم المكان بقى. راجل تلاتيناتي قاعد على كرسي عادي، ولابس جلابيه تحس انها مكتوب عليها حاجات من جوه. وبعدين طول ما هو قاعد عمال يتكلم ويبص يمين وشمال وكده، وسط ما امي بتتكلم راح موقفه وقال لها بنتك فيها جن عاشق، وده مش راضي يسيبها بأي شكل كان، وده هيغلبنا كتير. وهو راح قايل لها فده هيطلب شويه حاجات كتير وهيطلب معاناه كتير. فماما راحت قايله له ايوه يا اخويا هدفع كل اللي انت عاوزه. وراح فتح كتاب كده وبدأ يقول طلاسم على قرآن وكده. فجأة لقينا الراجل ده اترفع في الهوا وبقى رأسا على عقب، ونزل براسه على المبخرة اللي فيها الجمر المولع. وانا وماما طلعنا نجري من المكان ده، ومن ساعتها حرمنا ان احنا نفكر في الموضوع ده تاني. وبعدين ولا حاجة اتغيرت، لسه زي ما انا. ورحنا لدكاترة نفسيين وكلهم قالوا ان مفيش اي حاجة. فانا عايز اعرف ايه الحل. وكده يا صديقي يكون خلصت موقفنا النهاردة. يا ريت تدعمني بلايك علشان توصل صوتي لأكبر عدد من الناس، وتشترك. ولو عايز تعرف ليه أنا بقولك كل الكلام ده، شوف الفيديو اللي هسيبهولك في الوصف ده. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبك أو عجبك. أشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.